دفعة من الصواريخ البالستية على أهداف مختلفة وحساسة للكيان الإسرائيلي. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة معاكم بفيديو جديد. اليمن تعلن الآن جماعة الحوثي تمطر إسرائيل بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة. ولكن قبل ما نتكلم في الموضوع، يا ريت اللي مشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا مننا كل جديد، ويا ريت ما ينساش اللايك. سلاح الجو المسير بالقوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية بعدد من الطائرات المسيرة على أهداف عسكرية في منطقة أم الرشراش ومناطق أخرى في فلسطين المحتلة. فخبر عاجل، الآن اليمن تعلن الحوثي يستهدف إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيرة. وأعلنت قوات الحوثيين اليمنية أنها شنت عدة هجمات بطائرات مسيرة وعدد من الصواريخ البلاستيكية، واستهدفت ميناء إيلات الإسرائيلي ومناطق أخرى في إسرائيل. وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان نشره على حسابه منذ قليل إن سلاح الجوي المسير بالقوات المسلحة اليمنية نفذ عملية عسكرية بعدد من الطائرات المسيرة على أهداف عسكرية في منطقة أم الرشراش ومناطق أخرى في فلسطين المحتلة. وأكد العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني ضمن واجبها الديني والأخلاقي والإنساني. وفي وقت سابق كانت أعلنت اليمن أنها مستمرة في استهداف إسرائيل واستهداف السفن التابعة لها في البحر الأحمر والبحر العربي حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، تابعونا في فيديو جديد.